وفد الصداقة المغربية الأوروبية الذي يزور بلادنا حاليا أجرى اليوم بالرباط سلسلة من اللقاءات حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع عدد من المسؤولين المغاربة على رأسهم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. تفاصيل هذه اللقاءات مع رشيد كان. زيارة وفد من النواب البرلمانيين الأوروبيين عن مجموعة الصداقة المغربية الأوروبية تدخل في إطار التعرف عن قرب على المسلسل الديمقراطي للمغرب والذي دشنه بإصلاحات سياسية واقتصادية شجاعة. وقد همت هذه المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما شكلت أيضا فرصة لاستعراض الجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء. كان الحديث حول الملفات الساخنة، أولا الأمن في شمال إفريقيا، المغرب العربي، وكيف يمكن أن تساعدنا أوروبا في الوصول إلى جهة كبيرة مهمة متكاملة اقتصاديا. نتمنى أن تحمل هذه الزيارة دعمنا للمقترح المغربي بمنح حكم ذاتي للصحراء المغربية، ونعلم أن منطقة الساحل مشتعلة بفعل الحرب في مالي، وبالتالي علينا لعدة أسباب أن تحل قضية الصحراء حتى تتمكن هذه المنطقة من أن يسودها الأمن الشامل سواء للشعوب المغاربية أو بالنسبة لأوروبا. pour les citoyennes et les citoyens du Maghreb, mais aussi pour nous, les Européens. مجلس النواب محطة أخرى من زيارة الوفد الأوروبي، والتي تناولت العلاقات البرلمانية ومشاريع التنسيق والحوار بين الجانبين في إطار الشراكة وسياسة الجوار. الوفد البرلماني الأوروبي والذي يضم نوابا من مختلف الانتماءات السياسية يهدف من خلال هذه الزيارة إلى التحضير لعدد من الملفات مع السلطات المغربية تهم مجالات عدة سياسية واقتصادية، منها أساسا الفلاحة والصيد البحري، حيث كان للوفد الأوروبي جلسة عمل بوزارة الفلاحة والصيد البحري تم خلالها استعراض المشاريع التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر، وكذا مسلسل اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد في مجال الفلاحة والتي تجري في ظروف جيدة. وكذلك كانت مناسبة أنه نتكلموا على الآفاق ديال الاتفاقية ديال الصيد البحري اللي هي اليوم في نقاش، وهي تسير إلى الأمان، ويمكن غادي تفعل عما قريب إن شاء الله، ومن بعد غادي يدخل البرلمان، وهذه مرحلة يعني حاسبة اللي خص يعني جميع الأطراف يكون عندها واحد الفهم واحد التفهم بالنسبة يعني العمق ديال هذه الاتفاقيات. حقوق الإنسان وكذا المجهودات التي يقوم بها المغرب في مجال ضمان الحريات شكلت المحاور الأساسية لمباحثات الوفد الأوروبي مع إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما أجرى الوفد البرلماني الأوروبي مباحثات بمقر حزب الأصالة والمعاصرة تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. الوفد الأوروبي كانت له أيضا جلسة عمل مع اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، والتي تضطلع بدور أساسي في تنمية وتعزيز العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي.